السلام عليكم. حصل قبل كده انك كنت بتقرا في كتاب او بتبص قدامك، حسيت ان انت مش شايف كويس، فقلت اما اروح اطمن على عيني واكشف نظر، فكشفت وطلع نظرك ضعيف والدكتور قالك محتاج نظارة، بس افتكرت ان انت شكلك مش بيكون حلو بيها وهتتحرج تلبسها، فجاتلك فكرة رهيبة جدا انك تعمل ليزك. قلنا فعلا الحلقات اللي فاتت لو قسنا النظر وكان في طول نظر او قصر نظر او حتى استجماتيزم، فالحل كان نظاره او كونتاكت لينس او ليزك. ناس كتير قوي بتسال عن الليزك وعباره عن ايه وايه انواعه المختلفه وهل هو افضل ولا النضاره. كل ده هنجاوب عليه في الفيديو ده ان شاء الله. الاول كده، ايه ليزك ده؟ يعني ليزر يعني ولا ده معناه ايه؟ ليزك اختصار لجمله ليزر اسيستد انسايتو كيراتوميليوزز. يعني ايه؟ يعني تغيير شكل القرنيه باستخدام الليزر، ده تقريبا الترجمه الحرفيه. طيب ده برضو ليه يعني؟ لان القرنيه هي المسؤوله عن تلتين قوه العين، وبالتالي تغيير شكلها هيخلي الصوره المتكونه قدام او ورا الشبكيه تتركز على الشبكيه. نرجع لتفاصيل العمليه. اولا هي عمليه مشهوره ومنتشره وناس كتير بتفرح وتحس بتحسن بعدها، لكن زيها زي اي عمليه لها مخاطر ولازم نعرف. زي ان الليزك مش لكل الناس، ولازم الدكتور بيطلب منك فحوصات معينه تبين اذا كانت مناسبه ليك ولا لا، وفي عوامل معينه لو كانت عندك ما ينفعش تعمل ليزك. طيب زي ايه العوامل دي؟ زي ان يكون مقاس نضارتك بيتغير كل شويه، كل ما بتروح تقيس نظر بتلاقي المقاس اتغير. تاني حاجه بعض الامراض زي السكر، بعض الادويه لو ماشي عليها زي الكورتيزون مثلا. تالت حاجه بعض امراض العين زي الجلوكوما او الميه الزرقاء، اي اصابه في العين مسبقه او اي عمليات تم اجراءها في العين قبل كده. لذلك لازم الدكتور يعرف اي امراض عندك، وطبعا يتاكد لو سمك القرنيه رفيع او عندك جفاف شديد في العين عشان ما يحصلش اي مضاعفات ان شاء الله. بذكر المضاعفات، ايه هي مضاعفات العمليه دي؟ جفاف العين، زغلله، تحسس للضوء، بعض الاعراض الاخرى زي حاجه اسمها جلير او توهج، هالات حوالين الضوء، تشوف حوالين الضوء زي نجوم، أو رؤية مزدوجة. الأعراض دي ممكن تكون مؤقتة وبسيطة أو مستمرة وشديدة مع ألم. والمحبط من المضاعفات إن ممكن النظر يضعف أكتر بعد العملية وتحتاج تعملها تاني أو تلبس نظارة تاني، وممكن كمان تحتاج نظارة قراية حتى لو ما كنتش محتاجها قبل العملية. بالتالي لازم تتناقش مع الدكتور بتاعك في كل الحاجات دي وتفهم حالتك كويس قوي، ولو قالك إن العملية مش مناسبة ليك يا ريت تصدقه. طيب مهم برضو تعرف الليزك ده عبارة عن إيه، أو العملية نفسها بتتعمل إزاي. عبارة عن إن شريحة من القرنية حوالي 20% منها بنسمي الشريحة دي فلاب، بتتشال بآلة جراحية اسمها مايكرو كيراتوم، أو بتتشال بحاجة اسمها فيمتو سكند ليزر، بيشيل جزء برضو من القرنية. بعد كده بتتعرض القرنية لنوع من الليزر اسمه اكزايمر ليزر، بيشيل جزء من القرنية، وبعد كده ترجع الفلابة تاني، وبعد كده القرنية بتلحم تاني بدون الاحتياج لغرز. طبعا ده في نوع الليزك، لأن في نوع تاني اسمه بي ار كي أو الليزك السطحي. ده عبارة عن إيه؟ خلينا نقول ان البي ار كي مش من انواع الليزك، لانه حاجه مختلفه تماما عن الليزك، طريقته مختلفه. عشان نفهم لازم نعرف ان القرنيه مجازا عباره عن طبقتين، النسيج الطلائي الخارجي للقرنيه ونسيج داخلي للقرنيه. بالنسبه للليزك فهو زي ما قلنا بنشيل فلابه وبعدين نشيل جزء من النسيج الداخلي ونرجع الفلابه تاني، لكن البي ار كي مش كده، احنا بنشيل الجزء الخارجي فقط. طبعا ده له ميزه وله عيب. العيب طبعا انه بياخد وقت اطول في الشفاء، تحس بحرقان اكتر، بوجع، زغلله، تاخد وقت اطول عشان يحصل تحسن للرؤيه. لكن الميزه زي ما قلنا انه بيبقى جزء بسيط جدا هو اللي حصل له ازاله، فده يناسب اكتر الناس اللي سمك القرنيه بتاعها رفيع، والناس اللي طبيعه شغلها فيها حركه كتير، بيبقى فيه ريسك الفلابه ده انه ممكن تقع، تتقطع، تتحرك. فطبعا البي ار كي ما فيهوش الريسك بتاع مخاطر الفلابه دي. بكده نكون عرفنا ايه هو الليزك، ايه انواعه، العمليه بتتعمل ازاي، ايه المخاطر بتاعتها، مين الناس اللي ما ينفعش تعمل ليزك. كده نكون خلصنا. يا رب تكون الحلقه عجبتكم، تنسوش تعملوا لي اشتراك للقناه، ولو الفيديو عجبك اعملوا شير لاصحابك. شكرا لكم، سلام عليكم.